الرود تعرف ايه هي حرب اكتوبر دي؟ لا يا سيمبا، انا سمعت امبارح في التلفزيون برضو بيقولوا انتصارات اكتوبر. هي ايه دي؟ تعرف عنها حاجة؟ لا انا مش عارف. ايه رأيك نسأل المستر؟ خلاص خلاص لما يجي نسأله. صباح الخير، ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ اهلا يا مستر. احنا كنا عايزين نسأل حضرتك في سؤال. اتفضل اسأل يا الرود. هي ايه حرب اكتوبر؟ ايه اللي حصل فيها؟ يعني ليه عملنا كده؟ ليه حاربنا؟ هقولك يا قرود كل حاجة. مين تاني عايز يعرف؟ انا وانا كمان. تمام، كلكم عايزين تعرفوا ايه هي حرب اكتوبر. الاول عايزكم تجاوبوني على السؤال ده. لو في واحد جه وعايز ياخد الشنطة بتاعتك ويفتحها وياخد الحاجات اللي فيها ومش عايز يرجعها لك تاني، هتعمل معاه ايه؟ اتفضل قول يا سيمبا. لا طبعا انا هضربه واخد الشنطة بتاعتي ومش هديها له تاني خالص. وانت يا قرود؟ ايوه، انا مش هسيبه، هاخد شنطتي منه وهقعد اضرب فيه ومش هديها له. تمام، يبقى لما حد ياخد مننا حاجة بتاعتنا ملكنا بناخدها منه تاني ومش بنرضى نديها له حتى لو هناخدها بالقوة. ايوه صح يا مستر. من سنة 67 يا صحابي، في بلد اسمها إسرائيل دخلت مصر وكانت عايزة تاخد حتة منها، بس احنا ما كناش عاملين حسابنا وهم غدروا بينا وقعدوا فعلا في حتة مننا اللي هي اسمها سينا. اه انا عارفها سينا. بس احنا ما كناش مستعدين وقتها فانهزمنا. عشان كده احنا حضرنا نفسنا في خلال 6 سنين وقعدنا نجهز بقى في الجيش ودبابات وأسلحة عشان نرجع أرضنا تاني. طيب يعني ايه الدبابات دي شكلها عامل ازاي يا مستر؟ اهي ده شكل الدبابات يا سيمبا. طيب وازاي هزمناهم وهم كانوا جيش كبير؟ ايوه فعلا هم كانوا جيش كبير، واحنا الجيش عندنا جيش عظيم برضو وعمل خطة ذكية جدا. كان في خط هم عاملينه زي جبل كبير بالرملة، احنا عشان نخرجهم لازم نعدي الخط ده. وهنعديه ازاي؟ فالجيش بتاعنا قعد يفكر وراح ساعتها اخد خراطيم مية كبيرة قوي على اساس ان احنا هنستخدمها في السد العالي. دي برضو كانت خطة ذكية علشان العدو ما يعرفش حاجة. يعني احنا فهمناهم ان احنا هناخد الخرطوم ده عشان السد العالي، بس احنا اخدناه عشان ندمر بيه الخط ده. ايوه برافو عليك يا سيمبا، عشان هما لو كانوا عرفوا ان احنا هندمر بيه الخط ده كانوا ساعتها هيجوا ياخدوه مننا. ايوه دي خطة ذكية جدا جدا. طبعا يا سيمبا، الحرب اصلا لازم يبقى فيه خطة موضوعة وخطة ذكية عشان تقدر تهزم العدو ده. وبعدين بقى بالخراطيم دي دمرنا الخط دوت والجبل الرملة ده وعبرنا خط بارليف، ودي كانت بداية الانتصارات. ايوه يا مستر. الله، طب وكمل لنا بقى وازاي هزمناهم خالص خالص وطلعناهم؟ كان في جيش طيران برضو يا قرود قعد يضرب عليهم بالصواريخ من فوق علشان يدمرهم ويموتهم كلهم. الله، ده جيش مصر قوي وعظيم وذكي قوي قوي. طبعا يا سيمبا، ده كان ساعتها اقوى جيش في العالم، وطبعا الدول العربية كمان ساعدتنا وبعتت لنا جنود من عندها. اه ايوه يا مستر، ما احنا كل الدول العربية لازم تكون متحدة مع بعضها في الازمات. برافو عليك يا سيمبا، ده تفكير ذكي وشاطر منك. احنا فعلا كده الدول العربية كلها بتتحد مع بعض في الازمات. والانتصار العظيم ده كان يوم كام بالظبط يا مستر؟ كان يوم 6 اكتوبر 1973. وكمان كنا بنحارب في رمضان يا غزولة، كان يوم 10 رمضان. ياه، يعني كانوا كمان بيحاربوا في رمضان؟ ايوه يا غزولة، وربنا كان معانا ونصرنا. ايوه ده انتصار عظيم قوي قوي. طبعا يا صحابي، احنا رجعنا ارضنا ولازم دايما نحافظ عليها وما نسمحش لاي حد ان هو يجي فيها ولا ان هو يدمرها.
الله، ده عمل عظيم جدا جدا. انا لازم اطلع ضابط عشان احافظ على بلدي، ولازم نفتخر بالجيش المصري دايما. اكيد طبعا يا سيمبا، برافو عليك، لازم كلنا نحافظ على بلدنا. الله، شكرا يا مستر على الحصة الجميلة دي. انا اول ما اروح هقعد احكي لماما الحكاية الجميلة دي بتاعت حرب اكتوبر، واقول لها احنا ازاي كنا اقوياء وازاي انتصرنا.